مش ممكن، مش ممكن. تعالوا لي بقى اقول لكم ازاي نعمل اللحمه بتاعتنا المفرومه رولد مع شرائح البتنجان بطريقه جميله جدا وتطلع ممتازه جدا. يلا بينا. اول حاجه بقى يا جماعه هنجيب البتنجان بتاعنا كده، ناخد بس القشره السوداء من جنب واحد كده صغير، جنب ده كمان. نقطع البتنجان يعني بسمك مثلا كده، يعني نص سنتي مثلا كده، حلو قوي. ونجيب الصاج بتاعنا كده، دهنه بسيطه قوي كده زيت عشان احنا مش كتير يعني. ونحط ورقه الزبده دي كده، ونرص البتنجانات بتاعتنا، رشه ملح خفيفه كده زي الفل، سنه زيت صغيره على كل بتنجانيه كده. طبعا ممكن يتعمل في الاير فراير، وممكن كمان تقلوه نص قليان، لكن هو احسن طريقه واحسن حاجه ان هو يتعمل في الفرن كده. تمام وزي الفل. ندخل بده الفرن دلوقتي. هتيجي المرحله اللي جايه دي مرحله اعداد اللحمه. ورقتين كده زعتر فريش، فلفل وبصل، ان شاء الله نعملهم على مرتين حتى. الخضار بتاعنا كان بيتكون من بصل وفلفل وقرنين فلفل حامي كده. ودلوقتي هنتبل بقيه اللحمه مع بعضين. نحط باقي الخضار بتاعنا على اللحمه بالطريقه دي كده. نبتدي بقى نظبط اللحمه بتاعتنا. دي كيلو لحمه، نحط عليها معلقه ملح صغيره، سنه جوز الطيب، السبع بهارات، سنه صغيره كده زعتر متقطع فريش، بابريكا، فلفل اسود، وكده تمام. نبتدي ندعك اللحمه دي كويس، نتاكد ان الخلطه بتاعتها اتخلطت كويس قوي. السمك او العرض بتاع قطعه البتنجان يعني صوابع اصغر من صوابع الكفته شويه، قد الخرزه بتاعت الكفته، الخرزه الواحده. احنا قلنا عليها كفته لكن هي مش كفته خالص ومش طريقه الكفته. نراعي بس ان التصبيعه دي ما تبقاش عريضه قوي عشان تبقى على قد العرض بتاع شريحه البتنجان. الحجم ده مناسب وزي الفل كده. ونكمل بقيه الشغل ونرجع لكم تاني على طول ان شاء الله. واحنا كده خلصنا اللحمه المفرومه تصبيع على قد او على قد عرض القطعه البتنجان. هنجيب البتنجان دلوقتي، هندهن البايركس كده بالزيت او باي ماده دهنيه عندنا، مفيش مشاكل، بس هو يستحسن بقى الزيت. وهنبتدي نمسك شريحه البتنجان بالشكل ده، وناخد الكفته اللي احنا صبعناها ونلفها كده ونحطها على الفتحه في البايركس كده، يعني الفتحه تبقى لتحت. تمام. نفس الحكايه، ونحطها برضو على الفتحه من تحت، نفس الكلام، ونحطها على الفتحه من تحت كده. يبقى احنا عملنا اللي قدام حضراتكم دول، ونخلص ونرجع لكم تاني ان شاء الله سريعا. ودي رولات البتنجان ومحشيه اللحمه بتاعتنا، الخلطه اللي عملناها مع بعض. ودلوقتي ان شاء الله هنكمل ونعمل الصوص ونحطه عليها وندخلها الفرن. ودلوقتي بقى هنبتدي نعمل الصوص بتاعنا. صلصه اقرب لصلصه البيتزا، يعني معلقه زيت كده، لو في زيت زيتون يبقى احسن، حته زبده كده زي الفل كده. ننزل بالبصله بتاعتنا، بصله ناعمه عادي خالص، نفتح فتحه كده في النص ونحط فصين توم. ريحه التوم كده ابتدت تطلع، نقلب كله مع بعضه كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. بعد ما البصله كده لونت اهيت، ابتدت تلون خلاص كده تمام. وننزل بمعلقتين صلصه معجون كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايه الحلاوه دي والجمال ده. نبتدي دلوقتي نحط عصير الطماطم، يعني تقريبا نص كيلو طماطم معصور، طبعا معصور ومتصفي.
كده زي الفل. وبعدين نبتدي نحط التوابل بتاعتنا دي كده، نص معلقه سكر صغيره عشان تعادل الطماطم مع الحموضه بتاعتها، فلفل اسود نص معلقه كده، بهار مشكل، سنه بابريكا، زعتر فريش انا مقطعه ومجهزه، وبعدين الملح بتاعنا يعني نص معلقه كده، سنه صغيره كده توم بودره، وكمان سنه كده بصل بودره. ندي تقليبه الحلوه كده ونغطيها بس تتسبك تسبيك على خفيف كده 3-4 دقايق بس، وهنبتدي نكمل معاكم. كده الصلصه بتاعتنا بقت تمام، نبتدي كده نوزعها عليها كده زي الفل. اي جبنه عندكم بقى بتحب تفضلوا طعمها ممكن تحطوها. انا هحط جبنه موتزاريلا، نغطي الوش كده كده زي الفل، وكمان حته جبنه شيدر كده تخلي الطعم عالي قوي. الجبنه الشيدر شايفين الجمال والحلاوه دي؟ ندخل بيها بقى على الفرن، مش هتاخد اكتر من نص ساعه زي ما قلت لحضراتكم. الفرن تكون درجه حرارته 180 كده، وان شاء الله نص ساعه بالكتير هتكون جاهزه وزي الفل. وبعد ما قعدنا كده في الفرن بتاع حوالي نص ساعه كده، نبص على الطاجن بتاعنا او الصينيه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي والجمال ده؟ اللهم صل على النبي. يا سيدي يا سيدي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. طبعا الاكله دي ممكن تتاكل مع رز ابيض، رز بالشعريه، وممكن كمان تتعمل سندوتشات على فكره. ودي بقى رولات اللحمه بالبتنجان، مش ممكن. وكده عملنا لكم احلى لحمه رولد مع شرايح البتنجان، تطلع ممتازه جدا. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. وسلام.